هذه رسالة إلى العاهل السعودي جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز. العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز يتبرع ب100 مليون دولار لمكافحة الإرهاب، ويحذر أوروبا وأمريكا من وصول داعش لها، وقال: ولا بد من محاربة هذا الشرير بالقوة وبالعقل وبالسرعة. وأنا أوجه رسالة جريئة له وأقول له: حارب الإرهاب في عقر دارك أولا، ولا تكن كمن يقتل القتيل ويمشي في جنازته. فالسعودية هي أول مصدر للإرهاب في العالم. لا يريد العالم أموالك لمحاربة الإرهاب، بل أن تكف عن تصدير الإرهاب لبلدان العالم. فمن بين الإرهابيين 19 الذين نفذوا هجمات 11 سبتمبر 15 منهم سعوديون. عدد الذين اعتقلوا في غوانتانامو من الإرهابيين كان أعلى الأرقام بعد الأفغانيين، كان هم السعوديون 135 سعودي. عدد الملتحقين بجبهات القتال في سوريا وصل عدد السعوديين منهم إلى 2500، وكان أعلى رقم بعد التونسيين. دون أن ننسى أن أكبر رؤوس الإرهاب في القرن الحالي كان هو أسامة بن لادن السعودي الجنسية. بل حتى الطبيب فيصل العنزي السعودي الذي كان من المفروض أن يداوي الناس ذهب ليلتحق بداعش ويقتل الناس مفجرا نفسه. فوق كل هذا شيوخ مملكتك الذين يصيحون ليل نهار في الناس ويلوثون سمع الشباب وأفكارهم بالعقائد المسمومة والهدامة، من ولاء وبراء وكراهية للآخر، من ثقافة الانغماس في العدو وجهاد الدفع وجهاد الطلب وفكرة الخلافة على منهاج النبوة وقتل المرتد وتكفير الناس. هذا رافضي، ذاك من الخوارج، هذا مرتد. فإن كنت تشمئز من الرؤوس التي تقطعها داعش، ألا تعتقد أن الناس تشمئز من الأيدي التي يقطعها سيافوك في مملكتك، والرؤوس التي يقطعها سيافوك في الساحات العامة؟ لقد سبقت داعش بذلك ووضعت لها القدوة والمثال. إن كنت تؤمن بالخلافة فاعلنها أنت، أو اعط كرسيك لخليفة يعتليه. وإن كنت لا تؤمن بها فامنع خطباءك من تلويث مسامعنا بهذه المفاهيم التي أكل الدهر عليها وشرب. إن كنت تؤمن بالجهاد فانشر دينك بالسيف في العالم أجمع واعلنها حربا مفتوحة. وإن كنت لا تؤمن به فقل لشيوخك أن يتوقفوا عن ترديد أحاديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن كنت تؤمن بأن الشهيد الذي مات في سبيل نشر دينه يذهب إلى الجنة مباشرة فتتلقفه الحور العين وهي على أحر من الجمر، فكن أول من يقوم بذلك، ولب النداء واحمل سيفك واخرج إلى ساحات القتال. وإن كنت تعلم أن تلك العقائد لا مكان لها في القرن 21 فقل لخطبائك ودعاتك أن يتوقفوا عن تحريض شباب الأمة ببيعهم الأوهام والسراب. فالذين التحقوا بداعش من مملكتك لم يذهبوا لها من فراغ، فالجوامع التي أعدتهم هي السبب، وتعليم مملكتك هو السبب، وشيوخ فضائياتك هم السبب، وكتبك الصفراء التي تغزو العالم أجمع بفقه ابن تيمية وفقه محمد بن عبد الوهاب هي السبب. لقد أعددت دواعش في بلادك بالآلاف إلا من رحم الله، كلهم يؤمنون بأن دم المسلم أغلى من دم الكافر، وأن دم المرتد حلال، ودم من انتقد الدين ورفضه حلال. فداعش هي ابنتكم الشرعية، فلا تتنكروا لها اليوم. إن أردتم محاربة داعش فعلموا أولادكم ثقافة الحياة لأنكم زرعتم فيهم ثقافة الموت. علموهم الحب فقد ملأتموهم كراهية. علموهم العيش في الدنيا قبل الذهاب للآخرة. علموهم العلوم التي تنفع، لا ثقافة الشجاع الأقرع. علموهم ثقافة حقوق الإنسان، لا ثقافة الغزو
والعدوان.